السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض الجبنه الفلاحي او الجبنه القريش. هنعملها مع بعض في البيت، نظافه وتوفير. هنعملها النهارده في الحصيره، انا عملتها معاكم اكتر من مره، وحتى لو ما عندكيش الحصيره دي هتقدري تعمليها بمنتهى السهوله في البيت. اهم حاجه تابعيني لنهايه الفيديو وادعميني كده بلايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. بصوا الجبنه بتاعتنا طعمها حلو جدا، متماسكة كده وطعمها خطير، وكمان هنطلع قشطة. يلا بينا نقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى على آله وصحبه أجمعين. أول حاجة بنجيب اللبن من الفلاح، مش بتاع السوبر ماركت خالص، تمام؟ يعني ما ينفعش تروح تجيبيه كده من بتاع المحلات، لأن بتاع المحلات بيكون مفروز، يعني مطلعين الخير بتاعه وعاملينه بالمكن، تمام؟ طبعا مش كل الناس بتعمل كده، بس معظم السوبر ماركت دلوقتي بيكون مش جايبينه يعني من الفلاحين، تمام؟ اللبن بتاعي ده انا جايباه من واحد يعني انا واثقه فيه، ربنا يبارك له يا رب في حاجته. شايفين اللبن؟ انا طبعا لازم اصفيه كده علشان لو في اي حاجه ما تنزلش في اللبن بتاعنا. بحط المعلقه بتاعتي كده، بتطلع شايله لبن. شايفين؟ مش بتطلع كده مسحه، لا، تعرفي كده ان اللبن بتاعك بخيره ومش مفروز، تمام؟ صفينا بقى كل الكميه، انا معايا 5 كيلو زي ما قلت لكم، واللبن بتاعي جاموسي، تمام؟ هنا كده سبت اللبن على الرخامة. طبعا احنا الجو دلوقتي في الشتاء والجو ساقع جدا، سبته على الرخامة قد ايه؟ معاكي بقى يومين 3 في الشتاء ده لحد لما يروب. اهم حاجة احنا بنبص عليه مرة الصبح ومرة اخر النهار. اول ما بيروب بنشيل القشطة بتاعته وبنستخدمه. استخداماته كتيرة جدا، وعملنا معاه مع بعض بيه رقاق قبل كده، قرص فلاحي، ليه استخدامات كتيرة جدا. اول ما بيروب يا بنات في الشتاء بنروح شايلين القشطة زي ما انتوا شايفين كده، هي بتكون طبقة منفصلة عن اللبن او عن الرايب، هو كده بقى رايب، تمام؟ اللبن كان سايب، ولما سبناه كده راب، تمام؟ بنشيل بقى القشطة من عليه بمنتهى السهولة، بمعلقة بايدك عادي خالص. بتلمي كده القشطة على بعضها وبتروحي شايلاها في علبة. والقشطة يا بنات لازم يعني تحتفظي بيها كده في الفريزر لو انت مش هتستخدميها على طول، علشان طعمها ما يغيرش معاكي. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، كمية قشطة طلعناها من اللبن بتاعنا او من الرايب، حاجة كده تحفة. عايزة اقول لكم طعمها خطير ما شاء الله، اللهم بارك، حلوة جدا. عايزة اقول القشطة طبعا تقدري تعملي منها بقى فطير، تقدري تعملي منها حلويات، اي حاجة تستخدميها فيها تستخدميها كده في الفطار. وعايزة اقول لكم انا عملت من القشطة ديت زبدة. طبعا الزبدة اسعارها بقت غالية جدا، وهقول لكم في نهاية الفيديو كل الاوزان اللي انا طلعتها من الفيديو ده، تمام؟ ما تنسونيش يا بنات في اللايك والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو، اعملوا لي مشاركة مع اصدقائكم للفيديو، تابعوني لنهاية الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد. اكتبوا لي تعليق كده حلو من ايديكم يشجعني علشان استمر معاكم، لان المشاهدات ضايعة خالص. بصوا بقى، عايزة اقول لكم برضو معلومة مهمة. لو احنا في فترة الصيف وعايزة تروبي اللبن او تعملي منه جبنة، حطيه يوم كامل في التلاجة قبل ما تروبيه، تمام؟ يعني قبل ما تروبيه تحطيه في التلاجة يوم. بصوا بقى علشان نعمله جبنة هنعمل ايه؟ هنسخن مية. انا طبعا احنا في الشتاء، فانا سخنتها قوي، سخنتها لدرجة ان هي كانت خلاص هتغلي، تمام؟ حطيت على ال5 كيلو دول لتر من المية، وزعته كده في البرايم او في الحلل اللي انا عاملة فيها. مفيش مشكلة، هتعملي في برايم، تعملي في حلة، تعملي في بلاستيكة، اي حاجة عندك اعملي فيها، مفيش اي مشكلة خالص، تمام كده؟ هنحط كده المية بتاعتنا. المية يعني في الشتاء تكون سخنة جدا، تكون خلاص هتغلي، تمام؟ توصليها كده لدرجة ان هي خلاص هتغلي. لو في الصيف تخليها يعني ايدك كده يا دوبك تتحملها بالعافية، تمام؟ لو في الصيف تخليها ايدك تتحملها بالعافية، تمام؟ مهم جدا الخطوات دي، لان طبعا في الشتاء الجو بيكون برد.
طيب انا وزعت كده المية بين الرايب، وبخفية كده بديها تقليبة واحدة بس وبسيبه ربع ساعة. بعد كده بجيب الحصيرة او المصفى اللي انا هشتغل فيها وبصفي الرايب بتاعي زي ما انتوا شايفين. ما تحاوليش ان انتي تهري الرايب بتاعك في قلب المية بعد ما تزودي المية السخنة، علشان ما يتهريش منك قوي. تمام، يعني تديله تقليبة واحدة بس وتسيبيه هو كده ايه، هيمسك نفسه في قلب المية السخنة. بصوا بقى انا هنا كده بنزل كل الرايب بتاعي، ودي كده كل الكمية دول يا بنات 5 كيلو. تمام، عايزه اقول لكم لو انت ما عندكيش الحصيره تقدري تعمليها بمنتهى السهوله في المصفى. بتحطي كده طبق او بلاستيكه عندك والمصفى بتاعتك، وتحطي فوق المصفى شاشه بقى او طرحه تكوني مخصصاها للحاجات دي، وبتصفي برضو نفس الطريقه كده الرايب بتاعك، وبتلمي الشاشه زي ما بنلم كده الحصيره بالظبط على الجبنه. تمام كده احنا بنحاول ان احنا نصفي كل الشرش بتاع الجبنة بتاعتنا. وعايزة اقولك بقى ممكن كمان تعجني بالشرش دوت، لو عايزة تعملي عيش، عايزة تعملي مثلا رقاقتين كده. تمام، هنا كده انا حطيت معلقة صغيرة من الملح، وبقلب الجبنة بتاعتي كده في بعضها. وعايزه اقول لكم انا كده بحاول يعني المها علشان الاطراف بتاعتها تبقى متساويه الى حد ما. تمام، بضغط كده مره يمين ومره شمال، بضغط مره يمين ومره شمال علشان شايفين تنزل كل الشرش الزياده وتتصفى معايا بسرعه، لان انا هسيبها على الحوض مش هعلقها. عايزه تعلقيها علقيها عندك لو انت عندك مكان في اي مسمار، في اي اكرة، في اي مكان علقيها. تمام، انا ببرمها كده، بصفيها الاول كويس وببرمها وبسيبها 3-4 ساعات فوق الحوض تصفي اي شرش زيادة فيها. بعد كده بروح مقطعاها زي ما انتوا شايفين كده، وبحطها في علبة بقى، بحطها في اي حاجة في التلاجة بحتفظ بيها. طريقتها سهلة جدا، ولو انت عايزة تعمليها في مصفى نفس الطريقة كده بدل الحصيرة في المصفى. تمام، يا ريت يا بنات لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تبخلوش عليا بلايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، واكتبوا لي كده تعليق يشجعني منكم. ولو جربتوا الجبنة هتعجبكم جدا، طريقتها حلوة جدا وموفرة. عايزة اقول لكم بقى الجبنة دي طلعت معايا 900 جرام تقريبا و90 990. تمام، يعني كان فاضل لها حاجة بسيطة خالص وتكمل الكيلو. تمام، يعني دول كده انا حطيتهم على الميزان عملوا لي تقريبا يعني ناقصين حاجة بسيطة جدا على الكيلو، يعتبر كيلو. تمام، يا ريت يا بنات لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تبخلوش عليا بلايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، علشان حاولت اقول كل المعلومات اللي اعرفها في الفيديو ده عن الجبنة. وعايزة اقول لكم بقى احنا هنا استخدمنا 5 كيلو من اللبن الجاموسي، طلعوا معانا كيلو من الجبنة تقريبا. تمام، يعني ممكن يطلع معاكي اقل من كده شوية، اكتر من كده شوية، يعني هي 990 جرام. تمام، عايزة اقول لكم بقى كمية القشطة اللي طلعت نص كيلو. تمام، القشطة انا ضربتها حولتها لزبدة، يعني بفضل اضرب فيها كده بايدي لحد لما تبقى زبدة. عملت معايا 300 جرام من الزبدة. اهم حاجة اللبن بتاعك يكون جايباه من عند حد فلاح عنده ضمير، علشان يصفي معاكي قشطة كمية كويسة وكمان جبنة كمية كويسة. تمام، علشان طبعا في ناس ربنا يهديهم بيكونوا غشين اللبن. ما تنسوش اللايك